السلام عليكم، كيف داير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم بغيت نشارك معكم هاد الحوت كدايره. قلت علاش ما نديرش لكم فيديو. الحوت ديال الميرنا، الشرائح ديالها كما شفتوا كيجي زوينه وكتجي سهله في الطبخ ديالها، ما كتاخذش بزاف ديال الوقت حتى في الفرن. المهم اللي كنحتاجو ليه 2 معالق ديال الربيع، قزبر ومعدنوس، كنضيفو 2 دروس ديال الثومه مع 3 شرائح ديال الميرنا. المهم كنعصروا ديك الثومه، اولا لا عندكم بغيتو تطحنوها في ماكينه ولا اللي بغيتو، المهم اولا تحكوها. كنضيفوا عليها نص معلقه صغيره ديال الابزار، يعني معلقه صغيره ماشي هذاك الصغيره ديال اللي كنديروا ديال القهوه. كنضيفوا نص معلقه ديال الابزار حتى هي صغيره. كنضيفوا البودر ديال الثومه، نضيفوا شويه الملح، نضيفوا شويه تحميره اولا الفلفل الاحمر هاي في الاخر وكنت نسيتو. وكنضيفوا معلقه كبيره ديال الزعتر، كتحكوه بين يديكم حتى هو تيعطي نسمه زوينه للحوت. ومن بعد كنضيفوا اكليل جبل اولا اليازير، كل واحد شنو تيسميه. تنضيفوا حتى هو معلقه، يكون يابس ولا فريش، ما كاينش شي مشكل. المهم تورا تيعطي نسمه زوينه. انا عندي يابس كنت جبته معايا من المغرب. انا كندير غير عيني ميزاني بصراحه، كنقدر ما كنديرش بالعبار. بس على الطريقه هذه سهله واللي بغى مثلا كان مشغول ولا شي حاجه دغيا تيتصايب. وكنضيفوا حامضه اولا نص ديال الحامض، غير هو زدت الحامض شويه حامض الحوت. اللي كيبغي الحامض يديرو، اللي ما كيبغيش ينقص شويه وصافي، ولا يدير غير نص حامضه. انا تنبغي شويه يكون محمض، داكشي علاش درت حامضه. بعد كنضيفوا زيت الزيتون، ومن بعد كنخلطوا هذا الخليط مزيان. الريحه ديالو تعطي زوينه، هنا تعجبني هكا نديرو بلا ما طيشه بلا والو، شكل اخر يعني بنادم يغير وصافي. وكاين حتى هاد الطريقه كندير بها الحوت ديال كابايلا، ديك الزرقاء هي تقريبا نفس الطريقه، هي تجي حاره كتجي بنينه. حقا دي كطيب غير في المقله بلا زيت بلا والو، يعني شويه الزيت ماشي الزيت القليان. المهم هذا طرق زوينين هادو، احسن من هذاك دير المطيشه. دير هذه قوه الاقامه، واللي عنده الاقامه ديال الحوت ممكن يديرها. انا متوفرش عندي حاليا، درت غير هادو. بعد كنضيفوا الفلفل الاحمر اولا التحميره كما تنقولوا. راه حتى لاخر لحظه وتفكرتها باش درتها. المهم حتى بديت كنخلط، كتخلطوا هذا الخليط مزيان حتى يتجانس. بعد كنزيدوا شويه الفلفل الحار، غير شويه ماشي بزاف، كما كان الحراره جات شويه حاره، ما تقاووش. الا درتو الابزار تنقصوا شويه من انا درت شويه ولكن جا شويه حار. بنتي زاد الحار داكشي بقات كتخوي ليا. وهاد السودانيه عندها ديك اللي كتكون بالزريعه تكون حاره اكثر، ماشي بحال الاخرى.
من بعدها كناخذوا شرائح ديال الحامض وكنحطهم نستفهم في اللاطه، يعني كل شريحه ديال السمك كنديرو في وحده في جوج، كنسرحوا فوق منه. كنحاولوا نحطوا كل شريحه فوق من الحامض. من بعد كناخذوا لاصوص ديالنا اللي درنا، كنبداو نخويو من الفوق. كتحاولوا تعمروا كاع الحوت من الجوانب ومن كل شيء باش كتشرب الخليط اللي درنا. حاولوا دهنوه كامل. انا زقلت واحد البلايصه راه كتبان بيضه فيها ملي كطيب. هي قد ما خليتوه شويه قد ما مزيان. خليه واحد مده شويه باش يدخل فيه لقاء مزيان، حتى انا درتو ديك الساعه ودرتو يطيب. المهم جا زوين كيما كان الحل، جا زوين كيجي طري وكيجي زوين، ما كيجيش ناشف. المهم اللي ما عندوش الوقت وبغى يصايبو دغيا تيتصايب، ما كياخذش كاع الوقت بزاف، يتصايب مع شي شليضه مع البطاطا ومع البروكولي تسلاق وخضار، يدير اي حاجه تجيه. المهم لقى واحد باش يقضي. نبقاو ندهنو مزيان. نحاولوا داك لاصوص كلها كنوزعوا عليهم 3 جناب وفي كل شيء، واخا يهبط في اللاطه ماشي مشكل. بعد كنسخنوا الفران الفوق والتحت، ما كنجهدوش بزاف، يعني كنديروا على حد 200 وكندخلوه يطيب. المهم هذا هو من بعد ما خرجت من الفران، وهذا هو الشكل ديالو النهائي كما شفتوا. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. شكرا لكم بزاف على التشجيعات ديالكم وعلى التعليق ديالكم. تذوقوا باش ما بغيتوا، هذا الاختيار كيبقى لكم، فهمتي. المهم وريتكم غير الطريقه، واللي بغى يذوقوا بشي حاجه يذوقها. وشكرا لكم بزاف على التشجيعات ديالكم وعلى التعليق، ولقاكم في فيديو القادم ان شاء الله، ومع السلامه.